ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا النهارده بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهارده شويه رز بلبن، يعني عنب 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 عنب. هنعمل رز بلبن النهارده لمين؟ لاصغر كتكوت عندنا في العيله اللي شرف ونور، وربنا يا رب يحميه ويحفظه ويخليه هو واخواته. تعالوا يلا بقى نسمي الله، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه. معايا حلتين كبار بالمنظر ده، وهحط في كل واحده حوالي لترين ميه، وهسيبها خلاص هما داخلين على الغليان. معايا كيلو ونص رز غسلهم كويس، وهبتدي اقسمهم في الحلتين. الكلام ده يا جماعه انا هعمل عليهم 10 كيلو لبن، فانا بقول دلوقتي على المقادير 10 كيلو لبن، عشان ايه نبقى كده واضحين ايه من بدايتها. الميه خلاص دخلت على الغليان، حطيت الرز اهون، واقوم جايه مقلباه عشان خاطر ما يلزقش في قعر الحله، وهسيبه ياخد ويدي كده ايه مع بعض لحد ما يستوي ويبقى بالمنظر ده. لازم ايه الرز يستوي معاكي، تحسي ان هو خلاص يعني اللي هو ايه، اسهل تعبير ان هو هيتعجن. تسلقي الرز لما تسويه خالص. بصوا هنا كده ما عادش فيه ميه خالص زي ما انتم شايفين. هو بس الرز اتسلق فيه وشرب الميه بتاعته. في ناس تقول لك احنا بنسويه في اوله من في اللبن، يعني من الاول. لما ماشي تسويه في اللبن من الاول لما مش هتكوني عامله الكميه دي كلها، كميه صغيره ماشي، انما دي بسم الله ما شاء الله يعني انا عامله ايه كميه كبيره. هنا هفضي بقى. انا كنت جايبه لبن بقري ولبن جاموسي. حتى هنا اللبن البقري هو كان يعني هو ابيض مش اصفر، كان ما شاء الله عليه حلو. حتى الازاز كان لسه فيها حتت تلج، بقيت افضي السايح واقوم جايه اقطع الازازه ونفضيه ايه في قلب الحله. كنا جايبين اللبن ده معانا ايه من البلد يعني واحنا جايين. وكنت جايبه كمان ايه لبن جاموسي. فبفضي كده اللبن في الحلتين، قسمته في كل حله فيها 5 كيلو من اللبن. ما تنسوش اللي وصل معانا لحد هنا يحط لايك والشير، واللي اول مره يشوفنا يدخل يشترك في القناه ويفعل زر الكل، وما ينساش يحط الكومنت. ويا جماعه هرجع اقول لكم تاني، اللايكات والكومنتات بتدي فرصه للفيديو ان هو يتشاف، انما عدم التفاعل معاكم ما بيخليش الفيديو يتشاف. تمام كده. بصوا انا كده كمان كنت فضيت ايه ده اللبن الجاموسي كان في اكياس، وكتله اللبن بقى هي هتسيح دلوقتي في قلب النور. بس اديها تقليبه كده عشان اللبن يسيح. وخلي بالك دايما الرز بلبن قلبيه كويس من القعر. يعني في ناس بتقلب من على الوش وما ما بتجيبش من قعر الحله حلو. لو قلبتي من على الوش بس وسبتي من القعر هيشيط منك من القعر وهيعمل قعر. بس انا هسيبه بقى لحد ما ايه الكتل اللبن دي تبتدي تسيح. وتعالوا هنحط ايه هنا السكر. السكر ده طبعا اختياري، بس انا اقول لكم يعني انسب مقدار للحله الحجم دي، وهيطلع معاكي. هو مش هيطلع دلع ومش هيطلع يعني مش هيبقى ناقص ملح ومش هيبقى مسكر بزياده. لكل حله كيلو ونص، وخصوصا لو السكر اللي هو الخشن بيحلي اكتر من ناعم بكتير. فلو السكر بتاعك خشن حطي كيلو ونص. المقدار دوت هيبقى معايا يعني بصي مظبوط بالشعره. بصوا بقى لما بحط السكر مش بحط الحلتين في نفس الوقت، بحط حله حله. ليه؟ عشان ادوب السكر من قعره كويس، لان زي ما لسه قايله لكم من شويه لو ما دوبتوش كويس هيلزق وهيشيط منك. فانت لازم لما تتاكدي، بصوا لما تطلع لي الكبشه بقى، كل ما اقلب كده وتطلع الكبشه ما خلاص ما بقتش فيها السكر، خلاص هسيب الحله دي تاخد وتدي في اللبن شويه، واروح على الحله التانية احط لها السكر بتاعها وادوبه برده بنفس الطريقه. هرجع اقول لكم اللي يوصل معانا لحد هنا يا جماعه ما ينساش اللايك والشير، واللي اول مره يشوفنا يدخل يشترك ويفعل زر الكل بالمنظر دوت. حاجه كده بسيطه ولذيذه وسهله. انا عايزه اقول لكم احنا مش بنعمل سبوع، احنا بنعمل ايه يعني، بنعمل عقيقه دايما ومعاها رز بلبن. فاحنا لسه ما عملناش العقيقه فعملنا الرز بلبن الاول. هنا انا حطيت الاول ايه كان نص الكيس اهوت، وهجيب الكيس التاني افضيه كمان.
انا عايزه اقول لكم انا بحب الرز بلبن بالمظهر تحفه، او بالمورد. انما انا ليا صاحبتي الله يسامحك يا كوكو، اه كل ما اعمله كده تقول لي انا ما بحبش اللي انتي بتحطيه دوت، انا بحبه بالفانيليا. عملتهولك بالفانيليا يا عسل. بصوا يعني ايه التقليبه اهيت، بيطلع السكر ايه في قلب الكبشه ايه. لازم تفضلي تدوبي كده لما ما يطلعش سكر ايه في قلبها تاني. هنا هبتدي احط الفانيليا. معايا هحط على كل حله 8 باكيتات بالمنظر ده، وهرجع اديله تقليبه تاني بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت كده. يعني في نفس الوقت برضو اللي حابب يعمل بالمظاهر او بالموارد ده هيبقى جميل جدا معاه. وفي ناس بتحب تحط المستكه مع الرز بلبن والكلام اللي فيه الالبان ده، بتبقى يعني تحفه. بس هو احنا استكفينا بالفانيليا وحلو قوي كده. وهنروح بصوا كل حاجه بعملها هنا بنقل اعملها الناحيه التانية. انا عايزه اقول لكم بقى في جزء من الفيديو ده هنزله لوحده، عامله فيه بقى ايه، يعني مدلعه فيه شويه الرز بلبن شويه، حاجه كده بقى لي مثلا بتاع زياده عن سنتين ما عملتهاش، فقلت بقى ايه اعملها النهارده تاني كمان بالمره يعني. مع ان انا عارفه الواد حمود لما يشوف الفيديو هيزعل ان انا عملته وهو مش هنا. بالمنظر ده يا عسليات. بصوا بقى هنا خلاص كان خد وده بقى مع الرز مع اللبن. انا بنسى انا اقول ايه. ده معايا نص كيلو من النشا، هقسمه على ربعين، كل حله هتاخد ربع كيلو، ممكن يزيد عن الربع كيلو مثلا بمعلقتين ولا حاجه. هنا شويه يعني شويه ميه صغيرين او شويه لبن الموجود عندك هتدوبي فيه النشا. انا كنت حطيت اللبن كله وما شلتلوش يعني لبن، فدوبته في شويه ميه صغيرين. بتحطي وانتي بتنزلي بالنشا لازم تفضلي تقلبي باستمرار عشان خاطر ما يكلكعش منك. لو حطيتي النشا من غير تقليب هيقوم جاي مكلكع، هيعمل لك كلاكيع في الحاجه. بصوا بقى حاجه مهمه، لما هتعملي كميه بالمنظر اللي انا عاملاه ده، اما تيجي تحطي النشا ما تحطيش مع بعض. انا حطيت في الحله الاولانيه اهو، وانا دلوقتي موطيه النار على الحله الثانيه. لازم تاخدوا بالكم من الحاجات ديت عشان اللي بيعمل كميات الحاجه ما تبصي منه، ويعني الحاجه مش بسيطه يعني. بتوطي النار على الحله الثانيه لحد ما تخلصي دي، تحطي لها النشا بتاعها، بتقعد بتفضيها في اطباقها. بعد ما بتخلصيها تبتدي في الحله الثانيه انك انت تحطي النشا بتاعها وتكمليها. انما ما تحطيش الاتنين مع بعض، ماشي؟ فاللبن هيربط منك في الحله، الرز بلبن هيربط منك في الحله، يعني عما تفضي واحده تكون التانية بتربط خلاص. هتيجي بقى تقلبيها عشان تفضيها تحسي ان هو بيفصل. فانت في الحته دي بالذات لازم تعملي زي ما بقول لك كده. هنا انا اخدت في الكاسات بتاعه الرز بلبن دي في كل كاس شويه وركنتهم، دول بقى الجزء اللي هنزله لوحدكم. هنا بقى انا كنت لسه بحط والنور قطع، وانا قلت والله ايه النور قطع بتاع 3 ساعات ونص. بصوا انا كنت قاعده في الارض بعبي وارص في الارض، وبعدين رضوى كانت لما يهدى شويه ورضوى بتقفل ورايا وبتحطوا ايه ترصوا على الترابيزه. بس انا بحب يعني ايه قاعده في الارض كده واخده بروحي، وطبعا الارض مكنوسه وممسوحه وزي الفل. هنا ايه دول شويه منهم، وكنا طبعا وزعنا شويه محترمين. وكده اكون عملت معاكم الرز بلبن باسهل طريقه. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. وان شاء الله هنزل لكم الجزء اللي فاضل في الفيديو الجاي.